في هذا التقرير موهبة متميزة من محافظة ريمة. عروس السحاب، هكذا تسمى محافظة ريمة بأجوائها الساحرة وجبالها الشامخة ومناظرها الطبيعية الآسرة، فهي تمتاز بتربة خصبة من الموهوبين والمبدعين، منهم بطل تقريرنا الملقب بتنين العرب، صاحب المواهب المتعددة والعروض الخطرة. كنا رياضيين في اتحاد العرب الغفو، ومن الرياضه هذا شفت بعض العروض هذه الخطيره فعجبت فيها، ولو ما بدأت في العروض هذا حاولت ان اتوسع فيها، ولما توسعت الحمد لله وصلت المرحله هذه اللي انا فيها الان. الكابتن عبد الله الحميري أحد أبناء محافظة ريمة، يقدم عروضا خطرة أذهلت كل من شاهدها، سواء أولئك الحاضرين في قاعة الاحتفالات أو من يشاهدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتحصل على لقب تنين العرب بعد مشاركته في عروضات خارج اليمن، ولا يزال يحلم في أن يصبح الأول عالميا في مجاله، ولا مستحيل في ذلك لو أتيحت له الفرصة. عروض مثل اللي شفتوه هذا الحين حق نفخ النار، اكل الزجاج، النوم على المسامير، مرور سيارة فوق الجسم، تعطيف الاسياخ في جميع انحاء الجسم في الاماكن الخطيره، تكسير الاخشاب في جميع انحاء الجسم، تكسير الصخور في جميع انحاء الجسم. عروض خطيره بشكل عام. اطمح ان انا اوصل للعالمين ان شاء الله، واوصل للعالم لنا ايش اللي بنقدمه. والحمد لله يعني شاركنا في داخل اليمن وخارج اليمن في دول عربيه، ان شاء الله نوصل للعالمين باذن الله. المسامير الحادة لا تجرح، والنار المستعرة لا تحرق، وآلة القتل أو ما يسمى بالجنبية لا خوف منها، وكأن ما بينه وبينها عهود ومواثيق، وتكونت مع مرور الزمن بينهما صداقة تسمح له بالاستعراض بكل ثقة وجدارة. ما بين مستمتع ومنده، تحبس الجماهير أنفاسها وهي تشاهد تلك الحركات الخطرة، والتي يرونها أمامهم حقيقة لا خيال. يعد الحميري موهبة نادرة ومتميزة، يعمل بجهد ذاتي وإمكانيات متواضعة. كيف لو تلقى الاهتمام الكامل من الجهات المعنية وذات الاختصاص؟ من المؤكد لرأينا منه ما يبهر العين ويسحر الناظرين.